انا رحت اول مستشفى مجانين في العالم. واحنا ماشيين في القاهره رحت المورستان. وليه اسمها مورستان اصلا؟ بكل بساطه انا ومنية في المعز قالوا لنا ان دي اول مستشفى امراض نفسيه في العالم. في عصر الظلمات في اوروبا كانوا بيحرقوا المرضى النفسيين اعتقادا منهم ان المرضى دولت راكبهم عفريت. بس السلطان قلاوون قال لك لا وممكن نعمل لهم مستشفى. قال لك الناس دي مناعتهم قليله، وعلميا دلوقتي الامين سيستم فعلا بيكون ضعيف عند المرضى النفسيين. فقرر قبل ما يبني المستشفى يحط حته لحمه في اماكن متفرعه في القاهره، والمكان اللي حته اللحمه هتتلف فيه بسرعه اقل هو ده المكان اللي هيبني فيه المستشفى عشان ما فيهوش بكتيريا وامراض. عمل لهم بول فيه ميه كبريتيه ومش غويط قوي عشان ما يغرقوش نفسهم ويأذوا نفسهم، وبرد الحواف عشان ما تكونش حاده. هيا اوروبا حتى الاوض كل اوضه منفصله عشان خصوصيه المرضى. لا والحيطان والاحجار بتتبطن بالكتان والجلد او حتى الاسفنج. مش بس كده، في قراء 24 ساعه بيقروا قران حوالين الميه الكبريتيه دي. الحضاره الاسلاميه سبقت كتير، وسبب اسم مورستان تحريف لبيمارستان يعني مكان المرضى. بكل بساطه دور في التاريخ وهتعرف مين اصحابه.